موستنج شلبي وكمبيوتر موتك. ايش تتوقع النتيجة؟ اشياء شفتها في النت ونالت عقابي الجزء الثالث. من احلى التعديلات اللي شفتها على الموستنج بتكون من شركة فات هاوس برفورمانس. خذوا واحدة من اكثر السيارات المميزة عند فورد واللي هي الموستنج شلبي جي تي 350 بمحرك ال 5.2 فودو، وركبوا عليها كاستم توين توربو، ولكن وقت البرمجة ما برمجوها على كمبيوتر الوكالة، استخدموا كمبيوتر موتك الام 150. فهذا الكمبيوتر اعطاهم صلاحيات كثيرة يسووها في السيارة ومميزات اضافية، مما يخليك تستخدم الألف حصان اللي في السيارة وفي نفس الوقت تقدر تستخدمها بشكل يومي. وأول ميزة بتكون البوست باي جير، يعني إذا السيارة في جير واحد تعطيك بوست قليل، تروح جير ثاني تعطيك بوست أكثر، جير ثالث أكثر. فهذا الشيء بيساعدك تطلع الألف حصان بشكل صحيح على التاير. وثاني ميزة بتكون الرولينج أنتي لاج. وثالث ميزة بتكون واحدة من أحلى الأشياء اللي سووها اللي هي اللونش كنترول. موستانج مع كمبيوتر موتك، كيف تتوقع اللونش كنترول بيكون؟ ورابع ميزة بتكون الادفانسد تراكشن كنترول. باختصار يعني عندك 9 ليفلات من مانع الانزلاق او التراكشن كنترول بأزرار معينة في الستيرنج، تقدر تتحكم بأي ليفل أنت تريد السيارة تكون فيه. وغير كذا عندك الفليكس فيول موديول، أول ما تشغل السيارة في إعداد الأويل بريشر بيطلع لك نسبة الإيثانول الموجودة في الخزان لمدة 5 ثواني، وبعدين راح يرجع يشتغل نفس نظام الوكالة ويراويك الأويل بريشر كم. كذلك من المميزات الحلوة، مثل ما تعرفوا الموستانج فيها كثير أنظمة قيادة، ولكن ميزوا نظام الدراج مود بشكل خلوا السيارة تتغير بالكامل. وللعلم السيارة ما زال فيها المكيف، ما زال فيها الراديو والسماعات والشاشة، يعني تقدر تشبك ابل كار بلاي وغيره من الامور. باختصار عندك سيارة 1000 حصان مجهزة للاستخدام اليومي، وكذلك مجهزة للحلبات في نفس الوقت. اعطوني رايكم في التعليقات.